بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، احنا دلوقتي بنستكمل موضوعنا مع الميكانيكس والماتيريالز، والنهارده هنتكلم عن، او الحلقة دي هنتكلم عن الشير فورس والبندنج مومنت دياجرامز في البيمز. احنا اتكلمنا في الفترة اللي فاتت او الحلقات اللي فاتت عن تأثير الأحمال بشكل يعني عمودي، او الاحمال لما تكون عموديه على الممبرز زي الكولومنز او البارز. النهارده بنشوف نوع جديد من انواع الممبرز اللي هو البيم. البيم ده عباره عن كاميرا، والكاميرا اللي هي ممكن نشوفها في البيوت على هيئه كاميرا خرسانيه شايله سقف، او نشوفها في المصانع في الهناجر. ممكن عندنا سيكشنز من الستيل شايله السقوف او شايله الاحمال على المتن بتاعها. البيم بيبقى عباره عن منبر بيتحط بشكل افقي او شكل مايل، بيرتكز على اكثر من ركيزه، وبنصنف البيم بناء على طريقه الارتكاز بتاعته زي ما هنشوف مع السلايد اللي قدامنا. عندنا هنا في السلايد ديت في عندنا 3 انواع من البيمز في الصف اللي فوق. البيم الاولاني اللي هو مرتكز على ركيزتين، اللي هو ركيزه اولانيه عباره عن هنج، الركيزه الثانيه عباره عن رولر. البيم ده بنسميه سمبلي سبورتد بيم. سمبلي سبورتد بيم، هنج ورولر، يعني عندنا 2 رياكشنز عند الهنج ار واي وار اكس، والرولر عندنا 1 defined reaction عند الهنج. عند الرولر بتبقى عباره عن فورس عموديه على سطح الارتكاز بتاع الرولر ايا كان. يعني هنا سطح الارتكاز بتاعنا افقي، يبقى الرياكشن بتاعنا راسي، لكن لو سطح الارتكاز ده مايل باي زاويه يبقى الرياكشن عمودي عليه ايا كانت هذه الزاويه. النوع الثاني من البيمز لما يكون في عندنا السمبل سبورتد بيم، ولكن في جزء منه متدلي من ناحيه، فبنسميه اوفر هانجد بيم. اوفر هانجد بيم عباره عن بيم برضو بيرتكز على هنج ورولر، وفي جزء حر ممتد من البيم. وده اظن احنا ممكن نشوفه في البلكونات عندنا او في اعمده الكهرباء، لما يكون في جزء بارز منها وبيشيل السلك او بيشيل اي حمل من الاحمال. النوع الثالث من البيم لما يكون البيم نفسه مثبت بشكل كامل مع السبورت، مع الحيطه، مع الجدار، وده بنسميه فيكسد اند بيم او كانتليفر. الاسم المعتاد بتاعه كانتليفر او كابولي. وبرده هنا عند السبورت زي ما شفنا قبل كده في الحلقه اللي احنا راجعنا فيها الاستاتيكس بتاعت الميكانكس، الجزء بتاع الاستاتيكس، في عندنا 3 رياكشنز اللي هم ار واي وار اكس والام. المومنت ار اكس ار واي. لما يكون في عندنا سبورت زياده في البيم بيستدعي ذلك انه هيبقى في عندنا 4 مجاهيل او اكتر محتاجين نحددهم او نقيمهم بيزد على الداتا اللي عندنا. فبنسمي ده، طبعا احنا عندنا المعادلات 3 وعندنا المجاهيل 4، فبيبقى عندنا عدد المجاهيل اكتر من عدد المعادلات. فبنسمي البيم في الحالة دي مسألة statically indeterminate beam او problem. في الحالة بتاعتنا لما يكون في عندنا 3 بس، 3 مجاهيل، 3 رياكشنز، بنسميها statically indeterminate problem. الستاتيكلي indeterminate problem بتستدعي وجود معادلة زيادة علشان نكمل عدد المعادلات عشان نقدر نحل المسألة. لو كانت 4 مجاهيل، لو 5 محتاجين 5 معادلات، يبقى إذن بنستدعي أي طريقة تانية من الطرق علشان نزود عدد المعادلات، وده ممكن نشوفه بعدين في أجزاء متقدمة. جميل. لما نيجي نبص هنا على البيم، اسف، على الشير فورس اوف بندنج مومنت دياجرام، هنلاقي انه في عندنا كونفنشن. في عندنا كونفنشن اللي هي السالب والموجب بالنسبه للشير وبالنسبه للبندنج مومنت. هنشوفهم على في السلايد اللي هنا. شايفين السلايد ديت، الجزء ده اللي تحت هنلاقي في عندنا الكونفنشن بتاعت الشير والايه والمومنت. طيب الشير والمومنت ده بينشأوا من ايه؟
لو احنا عندنا بيم زي ما شايفين احنا كده قدامنا، ده عباره عن كاميرا عليها مجموعه احمال. الاحمال ديت بتبدا ب مع بدايه البيم في عندنا هنا سبورت، بعد شويه من السبورت في عندنا لود، جزء مركز اللي هو F1، وبعدين عندنا لود موزع distributed load يونيفورم منتظمه، وبعدين عندنا في جزء مفيش فيه عليه احمال، وبعدين في جزء تاني حمل مركز عنده نقطه، وبعد كده في عندي السبورت في نهايه البيم. ازاي احدد يعني ايه شير فورس بين مومنت بقى؟ نقول يعني ايه. بنقول ان احنا عندنا البيم ده بين النقطه A والنقطه B هو بيقوم بحمل كل هذه اللودز اللي عليه عن طريق المقاومه الداخليه بتاعته ما بين النقطتين A و B، وبالتالي في اي نقطه بين A و B داخل البيم في احمال داخليه، في internal forces. الانترنال فورس دي عباره عن concentrated internal force اللي هي بسميها shear force، وفي عندي moment internal force او internal moment. الاثنين دول بيعملوا او بيتغيروا من نقطه للثانيه حسب الاحمال اللي موجوده. وبالتالي كل اللي احنا هنشوف النهارده في السبجكت بتاع النهارده ان احنا ازاي بنعين قيم الشير فورس اللي هي الرئيسيه ديت او المومنتس داخل البيم من اول نقطه لحد اخر نقطه. وبالتالي بما ان عندنا قيم مختلفه يبقى عندنا في حاجه اسمها دياجرام، عندي فيه منحنى للشير فورس اللي في او البندنج مومنت ام، وهذا المنحنى بنقدر نرسمه بيزد على يعني مجموعه عناصر لازم نتفق عليها مبدئيا. العناصر الاساسيه هي ايه؟ اول عنصر ان احنا بنحدد الرياكشنز بتاعت البيم الاول. تاني عنصر ان احنا بنرسم خط افقي تحت البيم وخطوط رئيسيه ناخدها على الخط الافقي. هذه الخطوط الرئيسيه تبدا ببدايه البيم، واي حمل مركز او حمل موزع بنحط عند بدايته او نهايته او عنده خط رأسي يقطع الخط الافقي اللي احنا بنشتغل عليه. وبعدين بنيجي نتخيل بعد ما عملنا عينا الرياكشنز عند ايه وعند بي، نبتدي نقول ان احنا هنشوف ندرس الشير فورس او الفيرتيكال فورس كرياكشن عند اي نقطه داخل البيم والبندنج مومنت عندها. طب بندرسه ازاي؟ احنا بنتخيل ان احنا خدنا سيكشن عند النقطه ديت، سيكشن وليكن عند نقطه سي، شايف سي هنا. لما بناخد السيكشن بناخد الجزء الشمال بكل الاحمال اللي عليه، وبنقول انه محصله الاحمال اللي عليه الجزء الشمال ككل داخل فيها رياكشن طبعا بتساوي محصله الاحمال الرأسيه سواء كانت مركزه او موزعه، بتديني قيمه الشير فورس ونديها رمز في. ومحصله عزوم هذه الاحمال من الناحيه اليسرى من اول الرياكشن لحد النقطه اللي احنا بندرس عندها، محصله عزوم بنسميها ايه؟ بنسميها البندنج مومنت ام. يبقى احنا بنطلع او بنعين قيم في وام على طول البيم من اول بدايته لحد نهايته. جميل. طيب واحنا بنطلع قيم في وام يصح يكون في عندي قيم سالبه او موجبه، لان طبيعه الشير ممكن يكون القوه طالعه فوق او نازله لتحت. البندنج مومنت يصح يكون معاه عقرب الساعه وعكس عقرب الساعه، وبالتالي فاحنا بندي كونفنشن للبندنج مومنت وكونفنشن للشير كالاتي. بنحط دايما الشير فورس لتحت بنحطها موجبه، والبند مومنت اللي هو عكس عقرب الساعه بنخليه موجب. الشير فورس اللي هي طالعه فوق سالبه، والبند مومنت سالب. وده بنطبقه على نص او جزء فقط من البيم اللي احنا بندرسه، الجزء الشمال الفقط. الجزء الشمال اللي يبدا عند اول نقطه هنا بزيرو وينتهي عند نقطه بي بكل البيم. تمام؟ فبنمشي من النقطه A لنقطه B حته حته، نجيب الفورس ونجيب المومنت ونطبق عليها قاعده الاشارات اللي احنا اتفقنا عليها. طيب هل ده ملزم؟ لا بالعكس، ممكن اعكس الاشارات، بس برضو اللي ملزم بالنسبه لي ان اي شير فورس في الاتجاه اللي انا واخده موجب يبقى لازم يكون كله موجب، واللي انا واخده سالب يكون سالب، والمومنت اللي انا واخده موجب يبقى موجب سواء كان عكس عقرب الساعه مع عقرب الساعه، واللي معاه وكل مومنت معاه سالب او موجب حسب الاشاره. ودايما ندرس جزء من البيم اللي احنا بدأنا منه اللي هو الشمال، يبقى بناخد كل الفورسز اللي على الشمال. كل ما بزود طول
باخد الجزء اللي على الشمال وبنسى اللي على اليمين لحد ما اوصل لاخر البيم، يبقى خدت كل الفورسز او الاحمال اللي على البيم في الاعتبار. يبقى دي الحاجات الاساسيه، المحاور اللي انا بلتزم بيها اثناء دراستي للشير فورس وبند مومنت دياجرام، او ان انا برسم الشير فورس وبند مومنت دياجرام لاي مساله بيم. يبقى واحنا ده في الاعتبار نقدر نشوف بقى ايه مثال، وبرضه واحنا بنشوف المثال بنشوف طريقه الحل ووصلنا فيها لايه بالنسبه للمثال. ناخد المثال، خليني اخرج كده ونروح. ناخد مثال بسيط زي المثال دلوقتي في السلايد اللي احنا خدناها. ده عباره عن بيم عباره عن بيم. البيم دوت عليه عباره عن اوفر هانجد بيم A C D، في حمل متوسط عند نقطه B لتحت 12 كيلو نيوتن، وفي حمل في نهايه البيم عند الاوفر هانجد بوينت D مقدارها 8 كيلو نيوتن داونورد. في سبورتس A عباره عن هنج سبورت، ودي وسي عباره عن رولر سبورت. يبقى اذا البيم معرف، مسافات بتاعه البيم معرفه، متر 3 متر يعني 5 طوله كل 5 متر، عند النقطه B بعد متر، النقطه 3 عند الرولر، والنقطه دي بعد متر من السي. اول ستيب زي ما اتفقنا ان احنا بنجيب الرياكشنز، فبنجيب الرياكشن عند A والرياكشن عند C. بنجيب الرياكشن ازاي؟ بنشيل السبورت A ونحط هنا R Y و R X، ونشيل السبورت C ونحط R Y او R C. وبعدين ممكن ناخد العزوم عند A، المومنتس عند A يديني C في المسافة 4 لفوق، يعني مع عكس عقرب الساعة بيساوي 12 في 1 زائد 8 في 1 مع عقرب الساعة، وبالتالي اقدر اجيب الرياكشن عند C اللي هو عبارة عن 13 كيلو نيوتن، وده ابورد. بجيب الرياكشن عند B بنفس الكيفية، اسف عند A، باخد العزوم عند C، بجيب الرياكشن عند A بمعادلة العزوم، او بجيب السميشن اوف اف واي بيساوي 0. يبقى اذا 13 لفوق ماينس 8 و12 يعني 20 لتحت يديني 7 لفوق عند A. يبقى جبت الرياكشنز عند A و C. طبعا ما فيش عندي R X عند A لانه ما فيش عندي اي اكسترنال فورس في اتجاه الهوريزونتال، كله فيرتيكال، وبالتالي الرياكشنز تعينوا خلاص 7 عند A ابورد و13 عند C. جميل. بمعلوميه الرياكشنز هنا بحط الرياكشنز هنا وببتدي اعمل كالكوليشنز للشير فورس فاليوز من اول نقطه في الشمال، من اول نقطه A لحد ما اوصل للنقطه دي. ازاي؟ باجي عند نقطه A وابتدي عند نقطه A بالظبط، ما كانش في عندي، او قبل ما ادخل الرياكشن عند A في الاعتبار كان عندي ما فيش عندي فورسز خالص يعني، وبالتالي عندي زيرو شير فورس عند اللينك A. بعتبر عند النقطه A في A1 و A2. عند نقطه A1 هنا اللي هي المسافه بينهم تقريبا بتساوي 0 زيرو شير فورس. طيب بتحرك لنقطه A2 اللي هي مسافه very tiny عند نقطه A2 infinitesimal distance بيكون داخل عندي الرياكشن concentrated رياكشن 7 لفوق ومفيش اي فورسز ثانيه. يبقى باخد النقطه الثانيه عند فوق النقطه الاولانيه ب7 واحطها نقطه على الايه الخط الرأسي بدءا من خط الصفر اللي انا عامله هنا، اللي هو ده خط الزيرو اللي احنا نتكلم عليه. جميل. طيب من A2 او من A لحد B1 هل في اي تغيير في الفورسز؟ لا مفيش. هو الفورس اللي موجوده السبعه بس هي شغاله لوحدها، مفيش حاجه غيرها، وبالتالي السميشن اوف اف واي بتساوي 7 لحد ما اوصل للنقطه B1، وبالتالي احط عند B1 هنا ايه 7 وامشي ايه موصل خط افقي بين 7 و7. اول ما اعدي بي او في بي نفسها عند بي 2 برضو تايني ديستنس مسافه صغيره جدا، هلاقي انه في لود راسي مقداره 12 كيلو اثر لتحت. يعني كان عندي 7 لفوق هنا و12 بالسالب، يبقى الفرق بينهم 5 سالب. يبقى هاجي عند خط الصفر هنا وارسم ايه ماينس 5، او عند نهايه السبعه ارسم ال 12 لتحت ده سيم. يبقى وصلت للنقطه دي، وبعدين بعد النقطه بي لحد ما اوصل لنقطه سي 1 ان بتوين، في اي نقطه ان بتوين
مفيش اي تغيير خالص في الشير فورسز، هو عندي 7 لفوق و12 لتحت، والمحصله بتاعتهم مستمره لحد ما قبل ما ادخل رياكشن عند سي في الاعتبار اللي هو النقطه سي 1. يبقى اذا عند نقطه سي 1 ماينس 5 زي ما هي، الشير فورس ما اتغيرش، وبالتالي عندي خط افقي باخده من اول بي 2 لحد سي 1. سي 1 بعدها سي 2 بلاقي الرياكشن طالع لفوق كام؟ 8 اللي احنا جبناها قبل كده، او المحصله بتاعتي اللي هي ايه؟ اللي هي عباره عن 7 لفوق 12 لتحت و8 لفوق، بجمعهم بيديني اسف 13 لفوق بيديني 8 لفوق. يعني 13 هنا لفوق اللي هو الرياكشن اللي احنا جبناه قبل كده كان 13، يبقى انا عندي ايه؟ 7 لفوق 12 لتحت 13 لفوق، يبقى عندي النقطه سي 2 المحصله بتاعتهم هتبقى 8 بوزيتيف، 8 فوق الخط الصفر بتاعي. وبعدين بنسيل دي نفس الكلام قائم اللي هو سي دي 1، يعني هيبقى 8 مفيش اي تغيير خالص لان المحصله هي كل الفورسز سيم كلها داخله في الاعتبار. بين النقطه دي 1 ودي 2 هلاقي 8 نازلين لتحت، وبالتالي بطرحها من 8 اللي هنا يديني صفر، يبقى الدياجرام قفل عند الصفر تاني، ويبقى شير فورس دياجرام بالكامل كده اقدر ارسمه واحط الخطوط الافقيه واظلله وادي له السمه بتاعته. جميل. خلصنا شير فورس كده دياجرام اللي هو الفي، بندي الرمز في بالكيلو نيوتن او بالوحده اللي انا بمشي عليها وبتبقى كونسيستنت فيها. ببتدي ارسم البندنج مومنت دياجرام. البندنج مومنت دياجرام اللي هو قلنا قبل كده اللي هو ايه؟ باخد محصله المومنتس على الشمال، محصله المومنت للجزء اللي على الشمال كله، اوكي؟ يعني باخد من وانا ماشي من هنا باخد المومنتس، ببتدي من هنا وبعدين اخد اللي بعده، كل مره باخد الجزء الشمال من البيم لحد ما اوصل لاخر البيم باخد كل البيم. اول نقطه ما باخدش حاجه خالص لان ما كنتش لسه عندي حاجه دخلت في الايه؟ في المعادله. فباجي هنا عند النقطه A اللي هي A1، وبعدين هم ما عنديش اي احمال خالص، فاي كل الاحمال بتساوي صفر في مسافه صفر بصفر، بدات من صفر. النقطه A2 دخل الرياكشن كام؟ 7، بضرب 7 في صفر برضه بصفر لان مشيت مسافه صفر تقريبا اللي قلنا ايه؟ تايني ديستنس، مسافه صغيره جدا بين A1 و A2، وبالتالي هي نفس النقطه. طيب لما بمشي ما بين A و B اي مسافه المومنت بيزيد لينيرلي بشكل خطي طردي، وبالتالي لما بضرب مثلا 7 في نص 7 في 3 ارباع 7 في 1 بيديني كله قيم ماشي على الخط المستقيم لحد ما اوصل لنقطه بي اللي هي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الرياكشن اللي هو هنا بيساوي 7 مضروب في 1 متر بيساوي 7 نيوتن متر او 7 كيلو نيوتن متر اللي هي عند نقطه بي بالظبط. طيب بعد نقطه بي لما بيخش رياكشن 12 عند صفر تقريبا اللي هي بي 2 يعني، يبقى برضه يبقى 7 في 12 ماينس ايه؟ 12 في صفر 7 في 1 اسف ماينس 12 في صفر بتديني برضه 7 كيلو نيوتن متر. يبقى اذا ال 12 داخله بنفس الايفكت بتاع السبعه فانكشن في المسافه، وبالتالي عند بي مش هتوقع تغيير مفاجئ نفس القيمه. لكن لما اوصل لسي بقى ايه اللي هيحصل عندي؟ هيبقى عند سي السبعه ديت مضروبه هيبقى في 4 ده موجب مومنت، 12 مضروبه في 3 ده نيجاتيف مومنت، يبقى 36 ماينس 28 يدي لي الفرق بين الاثنين اللي هو ال8 بالماينس. يبقى انا عندي هنا 8 كيلو نيوتن متر هو المومنت عند نقطه سي نتيجه الحملين 7 عند A و12 في الاتجاه المخالف عند B. عند النقطه دي اللي هو نهايه البيم هو مدخل الرياكشن عند C اللي هو 13، هيبقى عندي بقى ايه؟ 7 في كام؟ في 5 ناقص 12 في كام؟ في 4 زائد 13 في 1، ده كله هيديني مومنت تقريبا المومنت هيبقى صفر اللي هو كل الاحمال اللي على البيم دخلت في المعادله. بما ان البيم متزن يبقى لازم يديني صفر في النهايه، يبقى البيم البندنج مومنت دياجرام لازم يقفل بصفر. هوصل النقاط عند A صفر، 7 موجب عند B، سالب 8 عند C، صفر عند D، واقفل الخط واظلله. يبقى كده البندنج مومنت دياجرام وصلنا له من الكالكوليشنز زي ما مشينا واحده واحده. جميل. يبقى عندي شير فورس وعندي بندنج مومنت دياجرام. لازم يكون في عندي برضو قوه ملاحظه لما ببص على شكل الشير فورس وشكل الاحمال او شكل البندنج مومنت وشكل الاحمال.
الاحمال لما تكون كونسنتريتد فورسز وراسيه، الشير فورس ديجرام دايما بيبقى ايه؟ خطوطه افقيه. خطوطه افقيه. يصح تكون سالبه موجبه، ها؟ يبقى اذا السالب موجب ده دايما بيجي تحت ايه؟ كونسنتريتد لود، حسب اتجاه اللود وحسب قيمتها. في تغير رأسي في الشير فورس، او في نقاط انقلاب من نيجاتيف شير لبوزيتيف شير لنيجاتيف شير ثاني، او العكس، او بوزيتيف لنيجاتيف لبوزيتيف. طيب لما ابص تحت نقاط الانقلاب في الشير على الدياجرام بتاع المومنت، هلاقي ايه؟ هلاقي انه نقطة الانقلاب هنا عبارة عن رأس المثلث بتاع البندنج مومنت في الجزء الاولاني، ونقطة الانقلاب الثانية في الشير من نيجاتيف لبوزيتيف عند رأس المثلث بتاع البندنج مومنت النيجاتيف الثاني. يبقى اذا الاكستريم مومنتس او الماكسيمز بتاع البندنج مومنت تبقى دايما عند نقاط انقلاب في الشير فورس من بوزيتيف لنيجاتيف، عند نقطة تغيير اشارة في الشير فورس دياجرام. يبقى نقطة تغيير اشارة في الشير فورس دياجرام هنا يعقبه او يعني يواكبه ماكسيما بالنسبة للبندنج مومنت في الجزء الاولاني. لو في عندي جزء ثاني يبقى الاقي في ماكسيمم في الجزء الثاني، ولو قارنت الماكسيممز بتاعه البندنج مومنت هلاقي ان في عندي الماكسيمم في البندنج مومنت لكل بيم. الماكسيمم ده انا بستخدمه بعد كده في الديزاين، لكن في هنا البندنج مومنت ديجرام لو خدت بالك بيقطع خط الزيرو، وبالتالي في عندي حاجه اسمها فليكشر بوينت هنا. الفليكشر بوينت او التيرنينج بوينت اللي هي طبيعه البندنج بتاعه البيم بتتغير من بوزيتيف لنيجاتيف، بمعنى انه في جزء من البيم بيبقى مقوس الى اعلى وجزء تاني مقوس الى اسفل، وبالتالي النقطة اللي هي زيرو بندنج ديت هي نقطة تغيير في طبيعة البندنج من حالة الى حالة اخرى. البندنج مومنت دياجرام للشير فورسز اللي هي الكونسنتريتد لودز كلها بيبقى عبارة عن خطوط مايلة بتبدأ بالقيمة وتنتهي بقيمة تانية، لكنها كلها خطوط مستقيمة. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي نرسم شير فورس بالبندنج مومنت دياجرام، وعرفنا العلاقه بين نوع الاحمال لما يكون كونسنتريتد مع شير فورس ولما يكون والبندنج مومنت، ونوع او الشكل الشير فورس دياجرام وتاثيره على شكل البندنج مومنت دياجرام لنفس البيم. جميل. يبقى احنا دلوقتي عندنا درسنا حاله للشير فورس بالبندنج مومنت دياجرام. نمسك حاله ثانيه، ناخد مثال ثاني ونشوف هيبقى الامور ماشيه ازاي. الشير فورس هنا والبندنج مومنت لبيم عباره عن كانتليفر. يبقى البيم هنا كانتليفر وفي مثبت عند الاند بتاعه بي عليه احمال مختلفه عن اللي احنا شفناه قبل كده. عليه احمال حمل هنا موزع من نقطه A لنقطه C، وبعدين من نقطه C لنقطه D مفيش حاجه. النقطه دي عندها هنا ركبه او عندها ني عباره عن جزء حديد واخد حرف L ملحوم في البيم عند النقطة دي، وعليه فرصة عند نقطة E النقطة الحرة بتاعته لتحت فيرتيكال، وبعد كده البيم بينتهي عند نقطة B مثبت في الجدار، فده بنسميه كانتليفر بيم. كانتليفر بيم لما يكون في حمل زي ده مش موجود على البيم مباشرة، موجود على جزء مركب على البيم، عادة بنقله للبيم في شير فورس بالمومنت، بنقله عند نقطة اتصال او نقطة اتصال الجزء اللي هو موجود عليه بالبيم، فبنقل الفورس الرئيسية ديت اللي هي 10 كيلو باوندز للنقطة دي. فلما بنقل نقطة زي ما خدنا في الستاتيك قبل كده، لما بنقل فورس من نقطة لنقطة تانية او من خط التأثير لخط التأثير الموازي بنقله بنفس قيمته والعزم بتاع المسافة بين الاثنين. فبنقل ال10 هنا، ال10 دول بنقلهم من E لD وبحط معاهم عزم، هذا العزم نيجاتيف مع عقرب الساعة بيساوي قيمة الفورس في المسافة اللي انا هنقلها اللي هي 2 فيت، فيبقى عندي مومنت هنا عند النقطة دي عبارة عن 10 في 2 يعني 20 كيلو باوند فيت. يبقى اذا البداية اول نقطة زي ما اتفقنا الاول اعمل ايه؟ بجيب الرياكشن. الرياكشن هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن بي واي بي اكس والام عند بي. طيب هل هنا عندي فورسز افقية خالص في البيم؟ لا، او كانتليفر، يبقى اذا ما عنديش بي اكس، يبقى عندي بي واي وعندي الام. اجيب البي واي ازاي؟ اجيب كل السميشن بتاعت الفورسز الواي واحطها بتساوي الرياكشن هنا في الاتجاه العكسي. الفورس هنا 3 كيلو باوند لكل قدم، دي فورس
موزعه بشكل منتظم من نقطه A لنقطه C uniformly distributed load، فالكثافه بتاعتها 3 كيلو باوند لكل فيت. لما بتاثر على 8 فيت يبقى المحصله بتاعتهم كام؟ 3 في 8 ب 24 كيلو باوند. ال 28 كيلو ال 24 كيلو باوند دول بيأثروا من اول توتالي من اول A لحد C لتحت. نقطه تاثيرهم فين؟ في المنتصف. يبقى انا عندي فرصه هنا رأسية لتحت، بدل الفرصة الموزعة ديت بحطها بستبدلها بقوة مركزة 24 في منتصف المسافة من A ل C. وعندي 10 تانيين عندي A اللي هم ممكن يأثروا عند دي بعزم وقيمتهم عزم، هم عندي ما هيش هيفرق. يبقى عندي 10 لتحت و24 بكام؟ 34. يبقى انا عندي هنا ار واي او بي واي بيساوي 34 كيلو باوند لفوق. طيب المومنت عند واي اللي هو اللي بيعمل اتزان بيساوي ايه؟ بيساوي ال 24 اللي هم الموزعين دول بقوا مركزين عند المنتصف مسافه اللي عند 4 من سي، يبقى 4 و5 4 و3 7 و5 12. يبقى 12 على بعد 12 في قوه هنا قيمتها 24، يبقى 24 في 12 ده لتحت زائد 10 في كام؟ في 3. دول بيساوي مجموع العزوم في الاتجاه المعاكس لهم كاري اكشن، وبنشوفه هنا عباره عن 318 كيلو باوند فيت. يبقى لما نيجي نشيل بقى السبورتس ونحط المساله الاحمال اللي عليها، الاحمال اللي على البيم بدايتها ونهايتها، ونحط هنا عند النقطه دي الفورس 10 ننقلها من النقطه اللي كانت عليها اللي هي يعني بقيمتها والعزم بتاعها اللي هو عزم سالب ب 20 كيلو باوند فيت. وعند السبورت هحط الرياكشن اللي هو 34 اللي فوق اللي هو بي واي، والمومنت اللي هو يعني كلوك وايز دايركشن بيبقى كاونتر كلوك وايز، بيبقى هنا عندي مومنت كاونتر كلوك وايز اللي هو الرياكشن بيساوي 318 كيلو باوند. يبقى احنا عندنا هنا المسألة كبداية للحل defined، الرياكشنز كلها defined والمسافات كلها معروفة، بقوم حاطط خط افقي للشير فورس وابتدي احط عليه القيم بتاعت الشير فورس والبندنج مومنت زي ما احنا اتفقنا قبل كده. وبالتالي هيبقى عندنا نحط هنا خط ايه افقي كده للشير فورس اللي هو اكس ده. اوكي طيب، ونبدا نحط الشير فورس فاليوز من اول نقطه A لحد النقطه B، من A ل B. طب نحط الفاليوز A ل B، هيبقى عندنا عند نقطه A بناخد زي ما اتفقنا، بناخد دايما فري بودي دياجرام عند الحته اللي انا بدرس عندها الشير او البندنج، بعزل الجزء الشمال عن الجزء اليمين وبدرس المحصله بتاعه الشير الفورس والمومنت للجزء الشمال فقط كل الاحمال اللي عليه. وبالتالي عند نقطه A ما كانش في عندي اي احمال خالص، فعندي زيرو شير فورس. طيب عند A كل ما بمشي من A ل C عندي احمال، والاحمال دي بتزيد مع المسافه. ليه؟ لانها uniformly distributed load، بمعنى انها لود كل ما امشي فيت بيزيد 3 كيلو باوند. وبالتالي عندي فيت اول فيت بقى فيه 3 كيلو، ثاني فيت بقى فيه 6 كيلو، ثالث فيت بقى كام؟ بقى 9 كيلو and so on. يبقى اذا باجي اقول من اول النقطه A عند نقطه C بقى في عندي كميه الاحمال اللي زادت او بقت موجوده كلها او بقت محصلتها بتساوي 3 في المسافه ديت اللي هي كام؟ اللي هي 3 فيت، بقت 24 كيلو باوند. بتأثر عند النقطة C لفين؟ لتحت. بقوم جاي تحت النقطة C على الخط الرأسي واحط 3 كيلو في المسافة الرأسية، احط نقطة واقوم موصل الزيرو بالثلاثة بخط مستقيم. طيب بعد النقطة C لحد النقطة دي ايه اللي بيحصل او ايه اللي استجد؟ اي نقطة هنا باخد عندها سيكشن، بدرس الاحمال على الجزء الشمال من السيكشن، هلاقي انه الاحمال اللي عندي عباره عن هم ال 24 بس ومفيش حاجه استجدت خالص. يعني هم الحمل ثابت لان احنا اوريدي اللود اللي موجوده انتهت اللي هي اللود الموزع انتهى عند نقطه سي. وبالتالي الحمل من اول سي لحد دي قبل الرياكشن او قبل الفيرتيكال فورس هم ال 24، مفيش حاجه اتغيرت. وبالتالي عند الكيرف هنا عند المنحنى بتاع الشير هلاقي انه القيمه بقت ايه؟
هي 24 ثابته لحد النقطه دي 1 زي ما اتفقنا. طيب دي 1 ياتي عندها كونسنتريتد لود اللي هي الراسيه لتحت اللي هي 10 باوند كيلو باوند لتحت. يبقى عندي دي 2 دخل ال 10 بالاضافه لل 24 بقوا 34 وبقوم حاطط نقطه الداله على 34 تحت على المنحنى بخط راسي، وبيبقى عندي الشير فورس عند النقطه دي 2 او بعد ما حطيت الفيرتيكال لود بقت 34. جميل. طيب هل المومنت اللي هنا ال 20 كيلو باوند فيت له علاقه بالشير فورس؟ لا، ده مومنت. انا باخد في الاعتبار فقط المومنتس من اول البيم لحد اخره، الشير فورسز بس، ما باخدش مومنتس. وبالتالي ده الشير فورس دياجرام، وبالتالي البندنج مومنت ده لو كونسنتريتد عند النقطه دي ملوش اي تاثير على شكل الدياجرام بتاعي بالنسبه للشير فورس. طيب يبقى اذا بعد دي لحد النقطه بي هل في تغيير في الشير فورسز؟ لا، لان هو كل الفورسز اللي موجوده زي ما هي ما اتغيرتش. اول ما بي او ما اوصل من بي لبي، من بي 1 لبي 2، او بحط الرياكشن عند بي اللي هو دخل ب 34 لفوق موجب، بيقوم ملاشي ال 34 بالسالب يوصلني لنقطه الصفر تاني. وبالتالي كده من ضمن الحاجات اللي هي بتخليني اعرف ان انا حل الصح وحل الغلط ان انا دايما ببدا من صفر وبنتهي بصفر، والصفر اللي انا بنتهي اليه هو ناشئ من محصله كل الفورسز اللي انا خدتها زائد الفورس اللي داخله عند اخر نقطه في البيم. لو كانت اوريدي مفيش فورس يبقى انا بوصل لصفر طبيعي، لو في فورس يبقى ايه؟ يبقى بحصل القيمه اللي موجوده عند النقطه بي مع كل القوى اللي فاتت وتديني في النهايه صفر. وبالتالي كده انتهيت من رسم شيب فورس دياجرام زي ما احنا شايفين. طيب نمسك البندنج مومنت دياجرام اللي تحت. البندنج مومنت دياجرام برضه بمشي من الشمال لليمين ستيب باي ستيب. ببدا عند نقطه A، هل في عندي احمال عند A؟ لا، يبقى اذا مفيش عندي مومنت. طيب بعد النقطه A بسنه صغيره، يعني يعني انفينيتيسيمال ديستانس، عندي حمل اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي 3 في 0، المسافه اللي انا مشيتها اللي هي صغيره جدا يبقى برضه بصفر، مفيش اي تغيير. يبقى النقطه A المومنت عندها بيساوي صفر ايا كان، ببتدي اجمع في المومنت او امشي لحد C. اي نقطه بين A وبين C لها مومنت. المومنت ده السمه بتاعته ايه؟ السمه بتاعته ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن محصله الحمل اللي هو W، اللي هو بنسميه التير. الدبليو ده اللي هو دايما الرمز بتاع اليونيفورملي ديستريبيوتد لود، اللي هي في الحاله بتاعتنا بتبقى ثابته. الدبليو هنا بتبقى داله في الاكس اللي هو المحصله بتاعتها، اللي هي لو مشيت مسافه اكس هنا عند الاي، نفترض المسافه دي عند الاي مسافه اكس، يبقى اذا المحصله الحمل اللي على المسافه اكس عباره عن ايه؟ عباره عن دبليو اكس، مش كده؟ طيب العزم بتاعها بيساوي ايه؟ المحصله دي بتاثر عند منتصف المسافه، فبتبقى دبليو اكس ديت في مسافه اللي هي اكس على 2، فبتبقى دبليو اكس تربيع على 2. يبقى اذا عند اي نقطه ان بتوين من اول A لحد C مسافه اكس ديت ممكن تبقى بصفر او تبقى ب3، يبقى الحمل بتاعنا بتاع العزم او قيمه العزم بتساوي دبليو اكس سكوير ديفايد باي 2. اكس ديت قلنا ممكن تكون 1 متر، ممكن تكون 2 متر، 3 متر. لو جبت نقاط متوسطه هنا وجبت القيمه بتاعتها عند نهايه الايه الديستريبيوتد لود اللي عند نقطه سي، هيبقى عندي القيمه بتاعتها بتاعت العزم هنا اللي هي 3 في 3 في 1.5. 3 في 3 ب9 في 1.5 هتديني قيمه العزم عند نقطه عند نهايه اسف عن 8 فيت. عندنا هنا 8 فيت، يبقى 3 في 8 في 4 في في نص، او في 4 اسف في 4 يعني 3 في 8 ب 24 في 4 ب 96. ده قيمه الايه؟ المومنت عند نقطه سي اهو. ان بتوين بقى نقدر نجيب قيمه او قيمتين بالمعادله اللي احنا اتفقنا عليها ونحطهم ونوصل، هنلاقي في النهايه عندي خط هنا كيرف منحنى من اول النقطه A للنقطه C منحنى، فممكن اجيب نقطه او نقطتين وبالفرنش كيرف ارسم المنحنى اللي بيمثل البند مومنت دياجرام. يبقى اذا البند مومنت دياجرام اللي هو تحت اليونيفورملي ديستريبيوتد لود عباره عن منحنى من الدرجه الثانيه، وبالتالي بينتهي المنحنى ده بقيمه عند نقطه C. نكمل ناخد البند مومنت عند نقطه
دي واحد. دي واحد هنا كان لسه ما فيش لا مومنت ولا كونسنتريتد لود داخل في الاعتبار. يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن محصله الحمل اللي هو من اول A لحد C مضروب في المسافه. المحصله دي بتاعت A ل C اللي هو عباره عن 24 كيلو باوند مضروب في المسافه بتاعتها اللي هي من منتصف المسافه 8 اللي هي 4 زائد كام؟ زائد 2 او 4 زائد 3 يساوي 11. يبقى انا عندي 4 زائد 3 اسف 4 و4 8 هيبقى عندي او 11 فيت مش عارف هنا 11 نشيل منهم 4 يبقى 7. يبقى انا عندي 7 فيت. ال7 فيت دول مضروبين في الحمل الكلي اللي هو 24 اللي هو 3 في 8 وبحطهم تحت النقطه دي 1. طيب من نقطه سي اللي احنا كنا واقفين عندها اللي هي 96 للنقطه عند دي شكل الكيرف ايه؟ شكل المنحنى بتاع البندنج ايه؟ خط مستقيم. وبالتالي فانا عندي هنا لان الحمل اللي هو موزع انتهى عند سي، وبالتالي من اول سي دي الحمل ده بقى بيشتغل كمحصله بقيمه كانه كونسنتريتد لود، وبالتالي من سي دي بمثل البندنج مومنت دياجرام بان انا باخد خط مستقيم بالقيمه عند سي والقيمه عند دي. عند دي 1 لدي 2 ايه اللي استجد عندي؟ استجد حاجتين، كونسنتريتد مومنت وكونسنتريتد لود. اللود في المسافه من دي 1 لدي 2 بتساوي صفر، وبالتالي تاثير اللود هنا بيساوي صفر، لكن تاثير المومنت هيخش بقيمته زي ما هو، وبالتالي انا وصلت لكام؟ ل 168 نيجاتيف وعندي موجب 20. يبقى هقوم طارح 20 من 168 يبقى 148 هو قيمه المومنت عند النقطه دي 2، وبالتالي بطلع تحت الدي مسافه راسيه قيمتها 20 بوصل بيها او بستمر بيها في المنحنى بتاعي، وبالتالي عندي هنا خط راسي في الكيرف بتاع او في المنحنى بتاع البندنج مومنت. هاجي بعد نقطه دي لحد نقطه بي، ايه اللي عندي؟ اللي عندي كالاتي، اللي عندي عند اي نقطه ان بتوين الكونسنتريتد الديستريبيوتد لود اللي هي محصلتها بتاثر في المنتصف مضروبه في مسافه لحد اي نقطه هنا بين بي وبين دي، والكونسنتريتد لود اللي هي ال10 في المسافه بتاعتها، يعني عندي 2 كونسنتريتد لودز، وبالتالي العلاقه خطيه. المومنت ده زي ما هو دخل خلاص، بالتالي ما بيدخلش بيخش بنفس القيمه بتاعته في اي وقت، وبالتالي في اي عند اي نقطه بحط القيمه بلاقي ان انا نفسي ماشي على خط مستقيم. يبقى بنتهي احسن عند نقطه بي 1 اللي هي قبل الرياكشن على طول. عند نقطه بي 1 هلاقي عندي اليونيفورم ديستريبيوتد لود ديت محصلتها مضروبه في المسافه من اول المنتصف هنا لحد نهايه البيم زائد ال10 لحد البيم ناقص ال20 واحطهم كلهم هلاقي عندي وصلت الماينس 318 كيلو باوند فيت. طيب لما ابص هنا اعدي النقطه الرياكشن اللي هو بي 2 هلاقي الرياكشن ظهر عندي موجب 318. الموجب 318 مع السالب 318 اديني زيرو، وبالتالي البيم بتاعي بيقفل او البندنج مومنت دياجرام بتاعي بيقفل عند زيرو تاني، وبالتالي البندنج مومنت دياجرام ما دام بدانا عند زيرو وانتهينا عند زيرو يبقى خلصنا كل المنحنى بتاع البندنج مومنت دياجرام زي الفل كده. طيب هل في حاجه نقدر نستقرئها من المنحنيات اللي احنا رسمناها؟ نقدر نبص بقى على المنحنى ونشوف ايه هي المستجدات اللي احنا استجدت عندنا بالنوعيه المختلفه من الاحمال اللي هنا. عندي هنا على البيم عندي دخل يونيفورم ديستريبيوتد لود، عندي كونسنتريتد مومنت. لما ابص دول اللي هم اللي استجدوا في الاحمال هلاقي انه عندي اليونيفورم ديستريبيوتد لود تحتها الشير فورس بمثله بخط مستقيم مايل، بخط مستقيم مايل. الكونسنتريتد لودز او ما يعادلها خط افقي بالنسبه للشير فورس دياجرام. لما يكون عندي كونسنتريتد لودز في نقاط بحطها خطوط راسيه. البند مومنت بقى هلاقي ما يناظر او في المساحه اللي تحت التغير الخطي بتاع الشير فورس دياجرام هلاقي منحنى من الدرجه الثانيه للبندنج مومنت، منحنى من الدرجه الثانيه. اوكي، وبالتالي عند النقاط اللي فيها كابل او كونسنتريتد مومنت على البيم هلاقي عندي خط راسي في البندنج مومنت دياجرام، خط راسي في البندنج مومنت دياجرام. وبالتالي ناخد بالنا انه دايما المنحنى
بتاع الاحمال له علاقه بطبيعه الاحمال في البندنج مومنت او في الشير فورس. في علاقه بين الاثنين، الشير فورس والبندنج مومنت طبعا عند النقاط احنا فاكرين لما قلنا في المنحنى اللي فات في نقطه تحول الشير فورس من سالب لموجب بيبقى في عندي الماكسيمم بندنج مومنت لوكالي، يعني ممكن الصح يكون عندي اكتر من ماكسيمم بندنج مومنت. لو بصينا هنا في المساله ديت ما عنديش هنا تغير في الشير فورس غير فين؟ غير في بدايه البيم او نهايه البيم، وعند نهايه البيم هنا فعلا تغير او الشير فورس وصل للزيرو. ده يناظر الماكسيمم بندنج مومنت بتاع البيم، وبالتالي في الكانتليفر عاده في معظم الاحوال بيبقى البندنج مومنت عند نهايه البيم، الماكسيمم بندنج مومنت بيبقى عند نهايه البيم. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نتعامل مع شير فورس بندنج مومنت دياجرامز في مسألتين مختلفتين. لما يكون في عندي الشير فورس الشير الاحمال اللي على البيم uniformly varying load يعني الاحمال بتتغير بانتظام وليست يعني متغيره بشكل محدد. في اللي فاتت كانت موزعه، في فرق بين متغيره او موزعه. في الرسمه اللي عندنا هنا الاحمال اللي هي اليونيفورم لود بتبدا بصفر عند بدايه البيم على الكانتليفر او البيم هنا، وبتنتهي فين؟ بقيمه وليكن عند نهايه البيم اكبر قيمه اللي هي عباره عن 2 كيلو نيوتن متر. طيب القيمه هنا بتساوي كام؟ ان بتوين. ازاي نجيب القيمه هنا؟ القيمه هنا داله فين؟ في الاكس. مش احنا دايمين واحنا ماشيين من الشمال لليمين بتبقى مسافه اكس بتتغير. طب لو قلنا الاكس هنا ازاي نجيب القيمه الحمل عندها اللي هو مناظر ل 2 كيلو؟ بنقول بنقسم اكس على 4.5 ونضربها في 2، يبقى اكس على 4.5 في 2 او 2 على 4.5 في اكس يديني قيمه الحمل اللي هو الرأسي اللي هنا. طب اجيب عند النقطه ديت اجيب ازاي الحمل التوتال هنا؟ بجيب القاعده ديت واضربها نص القاعده واضربها في الارتفاع، او القاعده واضربها في نص الارتفاع، وبتاثر عند ثلث الارتفاع من القاعده هنا. يبقى الحمل عند النقطه ديت عباره عن مساحه المثلث ده، وبتاثر عند ثلث القاعده. مساحه المثلث قلنا ايه؟ القيمه اللي احنا جبناها اللي هي 2 على 4.5 في اكس مضروبه في اكس، يبقى 2 على 4.5 في اكس تربيع. ده قيمه الحمل. اوكي، وبتاثر عند المركز بتاعها هنا. وبالتالي لما اجي اجيب الشير فورس بلاقي ان الشير فورس بقى منحنى وليس خط مستقيم. ليه؟ لانه قيمه الشير فورس داله من الدرجه الثانيه في المسافه اكس. كل ما نمشي مسافه اكس نضربها تربيع ونضربها في 2 ونقسمها على في 2 في اكس على 4.5، وبالتالي تديني القيمه بتاعه الشير فورس اللي هي نون لينير. وبالتالي الشير فورس بتغير بالشكل اللي احنا شايفينه على الرسم هنا. البندنج مومنت دياجرام نفس الكيفيه، بناخد القيم بتاعه البندنج ونجيب المحصله عند ثلث القاعده باستمرار عند اي نقطه، وناخد القيمه بتاعه البندنج ونحطها فين؟ نحطها عند النقطه اللي احنا بندرسها اللي هي عند النقطه دي. وبالتالي بنرسم بندنج مومنت دياجرام بناء على هذا الامر. يبقى اذا الشير فورس بندنج مومنت دياجرام بنرسمه وبنحط القيم بناء على المستجدات بتاعه المساله. لو احنا عندنا مثلا اوفر هانج بيم بالشكل المختلف ده هو نفسه اللي احنا شفناه قبل كده، ولكن بطريقه عكسيه. احنا عايزين نشوف حاجه اكزامبل تاني. لو مسكنا المثالين اللي قدامنا دول هلاقي مثلا في المساله اللي على الشمال او المثال اللي على الشمال هلاقي تو كونسنتريتد لودز موجودين على الاوفر هانج بيم. الشير فورس واخد الكونفيجريشن اللي احنا شايفينه ده اللي هو بادئ من الزيرو، وعند السبورت الاولاني اللي هو الرولر واخد ماكسيمم نيجاتيف فاليو، وبعدين عند الفورس الكونسنتريتد لود اللي فوق واخد ماكسيمم بوزيتيف فاليو، وبعدين عند السبورت الثاني بقى زيرو. يبقى عندي هنا شير فورس بتغير قيمته من سالب لموجب. هبص الاقي ان انا عندي هنا في البندنج مومنت دياجرام هلاقي ان في عندي هنا ماكسيما موجوده للبندنج مومنت بنسميها انفليكشن بوينت،
والانفليكشن بوينت ديت بتغير طبيعه البندنج مومنت ديجرام. اسف، ده مش البندنج مومنت، ده شكل الايه، البيم نفسه. يعني البيم لما انحناءاته بتبقى واخده الشكل دوت، بس احنا كبيره شويه فاحنا ايه مضخمينها عشان نشوفها. وبالتالي البندنج مومنت ديجرام عند نقطه التغيير من نقطه التغيير من بوزيتيف لنيجاتيف في البندنج مومنت بيناظرها فليكشر بوينت او انفليكشن بوينت. الانفليكشن بوينت اللي هي نقطه تغيير البندنج او طبيعه الاجهادات على البيم. يعني ايه طبيعه الاجهادات؟ يعني الفايبرز اللي فوق البيم اللي هي في التوب بتاع البيم بيبقى عليها نوع من الاجهاد مختلف عن الفايبر اللي في البوتوم بتاع البيم. وده مهم بالنسبه لنا في التطبيقات بشكل كبير جدا، لانه اقول لكم على مثال صغير. لو انا عايز اعمل مثلا يعني بيم مركب، كروس سكشن مركب او كومبوزيت بيم، ببتدي احط النوع الماتيريال اللي انا عايز اعمل بيها سبورت البيم بحيث تتحمل التنشن في الحته اللي فيها تنشن اكتر من الكومبريشن او العكس، حسب طبيعه تحمل الماده اللي مصنوع منها البيم للاجهادات. على سبيل المثال الخرسانه. الكاميرا الخرسانه، احنا قلنا الخرسانه بتتحمل كومبريشن بشكل كويس جدا مهما كان قيمته او يعني كل ما كبر، لكن في التنشن بتنهار بسرعه. يعني في المثال قوي انك انت في الخرسانه تلاقي كراكس، شروخ في الحته اللي فيها تنشن، لكن الحته اللي فيها كومبريشن تلاقي الخرسانه شغاله ومفيش بتقدر تتحمل احمال عاليه. وبالتالي في الكاميرات اللي احنا بنحطها في بتشيل اسقف او بتشيل احمال راسيه، بنحط الحديد دايما في الجزء السفلي من الكاميرا. ليه؟ لانه في الكاميرات المسلحه الخرسانه بتصمم عشان تشيل الكومبريشن، ونحط الحديد عشان يشيل التنشن. وبالتالي بيبقى زي ما شايفين كده الجزء اللي فيه انفليكشن لتنشن تحت وكومبريشن فوق، الحديد في الحاله ديت بيشيل كويس الخرسانه. الجزء العكسي لو احنا عندنا في الكمر بتاع الحديد، كمر الخرسانه، لو احنا عندنا في انفليكشن، في عندنا نيجاتيف بيندنج، يعني في فوق تنشن وتحت كومبريشن، بنحط حديد تسليح فين؟ في الجزء اللي فوق. وده ممكن نحطه في البلكونات، يعني في البلكونات الحاجات اللي خارجه بره بنحط الحديد، شوكه الحديد فوق. في الكمر اللي جوه بين الحوائط، الكاميرا بتبقى واخده البندنج بتاعها العكس اللي هو الكونكيف، بنحط الحديد تحت علشان يقدر يتحمل التنشن. وبالتالي مهم قوي ان احنا نعرف التفاصيل الصغيره اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي هي طبيعه البندنج في الشير فورس بندنج دياجرام. تقريبا انا كده غطيت بشكل يعني ممكن نقول يعني شبه وافي ازاي نتعامل مع الاحمال اللي موجوده على البيمز، وازاي نتعامل نجيب توزيع تاثير هذه الاحمال في البيم، بنسميه احنا شير فورس دياجرام. وتوزيع البندنج اللي في البيمز نتيجه الاحمال بنسميها بندنج مومنت دياجرام. ازاي بنجيب شير فورس دياجرام، ازاي بنجيب بندنج مومنت دياجرام، ازاي بنجيب العلاقه بين الشير فورس والبندنج مومنت دياجرامز، وازاي بننتبه الى النقط اللي هي فيها احمال خاصه او لها طبيعه خاصه او لها علاج خاص، علشان نقدر نتحسب له في التصميم بتاعنا لما بنصمم الاجزاء اللي هي من الماكينات او معدات او الستراكشرز اللي موجوده علشان تؤدي غرض محدد بشكل معين. كده بقى انتهينا من درس او من موضوع الشير فورس دياجرامز. وبكده النهارده باستكمال الموضوع بتاع الشير فورس بندنج مومنت، يبقى انتهينا الى انه عندنا تولز او ادوات نقدر نتعامل بيها مع مختلف الاجزاء اللي احنا بندرسها من ناحيه الميكانيكس. عرفنا مصطلح بيم اللي هو الكاميرا، عرفنا البيم الاداء بتاعه شكله ايه، عرفنا السبورتس اللي البيم بيرتكز عليها، انواع السبورتس، عرفنا ازاي بين السبورتس البيم بيتصرف، ازاي بيبقى فيه internal forces بتحفظ اتزان او توازن البيم، ازاي بنجيب عند كل نقطه من نقاط البيم من بدايته لنهايته الانترنال فورسز دهيت، هي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن فورس راسيه بنسميها شير فورس، وعندنا عزم بيحفظ الاتزان مع الشير فورس بنسميه بندنج مومنت.
ليه بنسميه بندنج مومنت؟ لانه اي مومنت على البيم بيحاول يتني البيم او يعمل فيه فليكشر، او يحاول يعمل انضغاط في اجزاء من البيم وتمدد في اجزاء تانية، وهنيجي للموضوع ده ان شاء الله في درس لاحق. لكن المهم ان احنا نبقى فاهمين انه تحميل البيم بيخضع لقواعد، وان الاناليسيز بتاعه البيم، عندي اي بيم له تحميل معين، اقدر من خلال التولز اللي احنا اتعلمناها دلوقتي ازاي اطلع قيم التوزيع او توزيع قيم الشير او البندنج على البيم من بدايته لنهايته، ازاي اتحسب للقوى الداخليه اللي هي القوى الخارجيه اللي بتاثر على البيم في نقاطه المختلفه، سواء كانت external loads او reactions، ازاي ده بيخش في توزيع الاحمال على البيم سواء كانت شير او بندنج، ازاي العلاقات بين الشير فورس والبندنج مومنت، وده مهم جدا. وزي ما قلنا قبل كده انه معرفه هذه النقاط الاساسيه او الجوهريه بتمكننا من عمل تصميم ناجح للبيم في الحياه العمليه. احنا قلنا البيم ممكن على سبيل المثال كاميرا شايله احمال بين سبورتس، بين سبان، كوبري ابسط مثال، يعني نقدر نعتبر ان كوبري اكتوبر بين كل يعني سبورت وسبورت عباره عن جزء من بيم، ودي مثال صغير قوي لبيم كبير، بيم مركب، وبالتالي احنا الاحمال كباري الحديد المعادن نفس الكلام. وبالتالي احنا انا يعني اديت فكره عن التولز اللي احنا بنستخدمها في رسم الشير فورس بندنج مومنت. ارجو ان ده يبقى يضاف الى اللي احنا اتعلمناه قبل كده، عشان لما نستكمل المواضيع يبقى عندنا كل الكلام ده في ايدينا نقدر نستعمله. بشكركم، واتمنى ان شاء الله يكون تواصلنا في الموضوع دوت، وان شاء الله نكمل موضوع جديد في حلقة جديدة. شكرا، والسلام عليكم.